اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وشفيع يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليك. طبعا احنا لسه بقى طالعين، طبعا جايبين لهم بقى خلطة بقى النهارده جديدة ما شاء الله تبارك الرحمن. البطة عملت لي مفاجأة دي يا جماعة، انا اول مرة والله العظيم لسه اشوفها دلوقتي. انا كنت طالع كنت متوقع ان في لهوة هتحصل، بس طلعت فاجئتني يا جماعة، اقسم بالله اقسم بالله. انا طالع اكن ان انا كان في حاجة هتموت من الفراخ اللي هي البدوهات دي. طبعا انا حاطط لهم القفص الكبير ومغطيهم من فوق وفرش لهم مشمع وفرطة ونشارة، لا بقى عشان يعرفوا يقعدوا. طبعا ده الديك الرومي بقى البلدي بتاعنا بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا مسكناه اصلا امبارح بالليل عشان ما يطيرش، عشان اللي هيفكر يطير علقوا. وطبعا علينا عندنا بقى بقية الرومية والبطاية التانية والفرخة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا يا جماعة لقيتها نتفة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هي يا جماعة والله نتفة، والله ما أعرف إن هي نتفة. أنا كنت طالع حاسس إن في حاجة هتموت، بس الحمد لله ربنا بيعوضني خير في كل اللي راح وفي كل اللي مات. يعني دي بالنسبة لي مفاجأة. طبعا مفيش حاجة هنا ولا هنا. طبعا يا جماعة دي إن شاء الله لو البيض طلع فيه بذرة ان شاء الله من اول يوم رقادها هنحسب لها لحد يوم طلوعها. طبعا هنجي في اخر 4 ايام هنرش ميه بخل في بخاخه، هعملها لكم واجهزها لكم من النهارده. انا اجهز البخاخه وكده واشيلها هنا بحيث اول ما ترقد وكده ابقى حاسب لها بالظبط يوم رقادها. ويلا وربنا يطرح فيها البركه ورزقنا من وراها يا رب، ويا رب يطلعوا. انا مش فارق معايا، ولسه هنحاول نجيب لها بيض فراخ تاني او فرخ من الفراخ دي تبيض. طبعا هنقطع لهم الاكل تمام زي ما انتم شايفين كده، هما بياكلوا البرسيم هقطعه لهم، واول ما اخلصوا هنرجع لكم تاني، استنوني. عيش طبعا كسرة عيش تمام، دي كسرة عيش وعلفة وتشيش تمام، وهنحط لهم عليهم عسل. طبعا انا حاطط كده يا جماعه الطبق وانا قاعد كده عشان فراخ ما شاء الله انتوا شايفينها واقفين ازاي في وشي. وعندنا الناس هنا ورا هيك بتبني وربنا يستر بقى. انا خايف على الحاجه يا جماعه، فكل ده بقى ان ربنا يسترها تمام. طبعا انا عمال اكسر لهم، انا طبعا سايبهم ملقطوا في البرسيم كده عادي، بس انا بكسر لهم العيش على ايدي اهو. يعني العيش نشف خالص اصلا بيتكسر على طول اهو. هما عامه يا جماعه العيش هتقولي ده كبير، هقول لكم يا جماعه لا هما بيلقطوا البتاع بتاعه، يعني بيلقطوه كده وبياكلوه، بيعرفوا ياكلوه يعني. بس كان الفراخ ولا الرومي او البط بيعرفوا ما شاء الله يعني يلقطوه. بس طبعا الفراخ اللي هي البدوهات الصغيره دي ما بحطلهاش عيش، بحط لها علفه بس تسمين خالص تمام. طبعا احنا هنحط معاكم العسل وهوريه لكم دلوقتي. طبعا يا جماعه العسل اهو فتحته بينزل بصوت. لا ما بينزل بصوت. عندي حتة في التقطيع دي. انا هقفل كده وارجع لكم تاني. وزي ما انتوا كده شايفين يا جماعه انا داخل كده بقى بطلع الطير بره بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه اللقطه دي قديمه بس انا حبيت انزلها لكم وكده. حطوا بقى لايك وسبسكرايب يا جماعه، واللي عاجبه المونتاج بتاعي يقول لي اعمل لكم فيديوهات عليه وانا بمنتج عادي بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه ده البط بقى قبل ما يموت وكده يلا حصل خير. طبعا بقى انا كده كله كنت بطلع بقى. انا طبعا يا جماعه في الوقت ده انا كنت تعبان بس يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. شوف المية بقى سودة. طبعا انا غيرت لهم الطبق وكنت حاطط لهم جردة، نضفت بقى ورشيت جير وكل حاجة، يعني حاجة الله اكبر يعني بسم الله ما شاء الله. يعني يا ريت يا جماعة اللي بيعجبوا فيديوهاتي او حابب فيديوهاتي يا ريت يدوس لي اللايك. اللايك يا جماعة بيفرق معايا كتير اقسم بالله. طبعا هتقولوا لي ايه الصوت ده ومش الصوت ده يا جماعة، من حديقة الحيوان تمام. كنت هصور تقرير النهارده بس تقرير النهارده ما كانش ينفع ان في حاجات بتتجدد في الحديقة
فان شاء الله المره الجايه هصورها لكم كلها كامله، فانا هنزلها لكم باذن الله. طبعا بقى انا بقى ده برسم بقى ناشف ومش عارف ايه. طبعا بقى كل ده طبعا انتوا عجبكم الفيديو بتاع امبارح، يعني الشكر والتقدير لكل الناس اللي دخلت شافتني وتابعتني. جزاكم الله كل خير. والله يا جماعة أنا الشغل ده أنا بعمله مش لهدف أي حاجة، والله أنا بعمله لإخواتي وحبايبي في الله، الناس تستفيد وكله يستفاد. هي حاجة بسيطة بس كله يستفيد، كله يستفيد يا جماعة. مش حوار ان انا ابخل عليك بمعلومه ولا باي حاجه، يعني انا بقول كل حاجه اقسم بالله. اللي حابب يسالني حاجه، عايز يسالني على الخاص عادي، عايز يسالني على اليوتيوب يكتب اسئلته وكده عادي اساله، مفيش اي حاجه. تمام، كلنا اخوات في الله. تمام. انت بس يا جماعه اللي يا ريت اللي يتفرج على الفيديو يدوس له لايك واشترك له في القناه ويفعلها لي من اللايك يا جماعه، بيفرق معايا جامد اقسم بالله. طبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين المنظر، بس انا اسف على المنظر لو كنتوا بتتقرفوا. تمام. بس يا جماعه ده كده بقى الجير بقى جير نشف، وهم طبعا عملوا عليه البراز بتاعه، فالحمد لله يعني الدنيا اتلمت وكده. طبعا يا جماعه في اوردر كمان هيطلع النهارده باذن الله، اول ما يطلع هصوره لكم وهو طالع من عندي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني حاجه جميله 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 اقسم بالله. زي ما انتم شايفين كده، الفيديو بتاع المطره في زي ما انتم شايفين طبعا الحديقه فيها خط ورزع كتير، يعني ما شاء الله. طبعا الفراخ بتاعتنا يا جماعه بقى قطعت بيض خالص، بس مش قطعت خالص، لا هي قطعت بس بدل اليومين دول، ولسه هتفتح بقى تاني على جديد باذن الله. طبعا الاسد بيظهر اهو ما شاء الله، يعني بيظهر. طبعا عمال احط ما شاء الله، يعني تبارك الرحمن، يعني حاجه محترمه. يا جماعه العرض والله الاسد زي الاسد يعني. بس يا جماعة زي الأسد، ده صوته زي الأسد اللي انتوا سمعتوه دلوقتي. طبعا أنا سكت قلت أخليكم الصوت يطلع واضح معاكم. تمام. ده صوت زي الأسد. بس يا جماعة والله العظيم يعني التقرير اللي جاي هيتأخر على بتاع الحديقة كلهم، يعني لازم نشوف حل في الموضوع ده. هو أصلا الأسد بيموت، يعني اللي هو بيزقر كده وبيطلع في الراح. طبعا بقى دي بقى المشة بتاعتنا يا جماعة، دي اسمها مشة زراط. المشة دي اللي هي بتبقى بتاع النخل من البلح. تمام. وصلنا لنهاية الفيديو، يا ريت الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.